السلام عليكم خوتي. عندنا هنايا البصله، اما جوج صغار او وحده تكون متوسطه. صافي غادي نقطعها غير هكا قطيعات صغار. في المقله غادي نضيف شويه زيت البلديه وغادي نشحر البصله، يعني واحد 3 حتى ل 5 دقائق هكا حتى تهود البصله. صافي حتى يتبدل اللون ديالها وكنخليوها غير شويه هكا تبرد. عندنا الكبده اللي غسلتها مزيان وغادي نشدو هذا، غادي نطحنو كلشي في دقه واحده. عندنا هنايا الكبده، المقادير كالعاده ان شاء الله غادي تشوفوها في صندوق الوصف. ضفنا البصله، ولا كانت عندكم الثومه طريه كون ديروها مع البصله هكا تشحروها. انا غادي ندير الثومه غبره. غادي نضيفو في التوابل الملحه، ثومه غبره، زدت شويه. عندنا القزبر اليابس وعندنا الكوزه، هادو هما التوابل كيجيو فهاد الباتي هذا كيجي غزال ولذيذ وغادي يعجبكم ان شاء الله. يعني التوابل ديروها شويه هكا باش يجيكم المذاق ديال هذا، يكون هكا قوي هكا باش تجيكم لذيذه الوصفه. ضفت هنا 200 ملل ديال الكريمه السائله ديال الطياب اللي كانت قليله الدسم، وضفت هنايا 2 معلقات جوج بيضات كبار. وغادي نضيف هنايا معلقه كبيره ديال دقيق الروز، وتقدروا تعوضوا باي دقيق بغيتو. انا درت دقيق الابيض، هذا الروز الابيض، معلقه كبيره عمرتها، يعني المعلقه كتعمروا حتى للفوق. اما ديروا الشوفان، ديروا الدقيق، اي دقيق بغيتوه ديروا صافي وكطحنوا مزيان. عندنا المول اللي كيدخل الفران غادي ندهنو شويه هكا تقريبا 20 سنتيم، وانتم كيما بغيتو الباتي ديالكم واش يكون عالي او محدور كيما بغيتو. صافي كنديروا هكا الورق ديال الطبخ هكا باش نديروهم في الجناب، او تقدروا ديروا غير في المول هكا. هكا دهنوه ودردروا هكا الطحين ولا شي حاجه بحال هكا باش ما يلصق لكم شيء. صافي وكنكبوا الخليط ديالنا وكندخلوها الطيب درجه 180، ما تفوتوهاش 180 هكا 30 حتى ل 40 دقيقه هكا وخرجوها. انا درتها بالليل وخليتها، ومني كتشوفوها طابت كتدخلوا واحد الكوردون وكتقلبوها، راه بلا نشفات كتخرجوها وكتخليوها هكا في الثلاجه حتى تتبرد. انا درتها بالليل، درت هاد العمليه هادي بالليل وخليتها حتى لغد ليه وقدمتها هكا للصباح وقدمتها نهار موراه. غادي نصاوب لكم الوصفه ان شاء الله اليوم ديال الشلاضه اللي صوبت حتى العشاء. كتجي فعلا لذيذه بزاف وغادي تعجبكم ان شاء الله. ما كتجيش فيها ديك الريحه ديال الكبده، الا درتو فيها التوابل هكا بزايد شويه كتجيكم لذيذه بزاف. ايوا كنقدمها لكم اخوتي بالصحه والراحه. هاد الخبيز هذا درتو غير هكا سريع هكا ديال اللوز، درتو غير في الميكروويف هكا، صاوبته. غادي ندخلو غادي نديرو في الطوسطه. صافي حمرته وكنقدمها لكم اخوتي بالصحه والراحه. كتقدموها هكا باش زوين. هاد الوصفه هذه تقدروا دهنوا بها، تقدروا ديروها في السندويتشات، تقدروا تعملوها باش كي بغيتوا تصاوبوها. صافي كي لاحظتوا كي دهنت الخبز ديالي هذا، دابا نصاوب لكم ان شاء الله. هذا التنبيت كنديرو هكا، كنصاوبو عندي في الدار. كون مراش كندير مره ديال الفجل، مره ديال اي حاجه. المهم اخوتي غنقسم معكم اي حاجه اللي كتشوفوها عندي غنقسمها معكم وصافي. وهاد الوصفه هذه او هاد الباتي هذه كديروه في الثلاجه تحتفظوا به. كيبقى لكم هكا 3 ايام راه وما يبقاش الا درتوا هاد الوصفه هذه راه دغيا كيتنكل كيجي لذيذ وفن وغادي يعجبكم ان شاء الله. المهم كنحتفظوا في الثلاجه. هذا النهار الثاني غنصاوب معكم العشاء ديالي. شلاضه كانت عاديه، الخوص، مطيشه، الفجل، البصله، الخيار. هذا الشامبينيون حمرته غير هكا شويه في المقله بلا زيت بلا حتى شي حاجه. درت تماك شويه المعدنوس فيه وضفت هنايا البيض هكا من الفوق
وضفت هنايا هادو الشرائح اللي صوبت معكم ديال الكبده ديال الدجاج. ضفت هنايا الصنوبر، شحرته غير شويه هكا في المقله، ضفتو هكا من الفوق، وشويه ديال المعدنوس. وكان هذا هو عشان كيجي فعلا لذيذ هاد الوصفه هذه ديال الكبده، غادي تعجبكم ان شاء الله، وخصوص بهذه الطريقه هذه اللي كانت سريعه وسهله. ايوا هي هذه خوتي، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه اللي كانت غزاله بحالكم. ربي يكبر بكم وبسلامه عليكم.